يقولون إن لكل بداية نهاية، لكن في كرة القدم بعض النهايات تكون بطعم الانكسار، وبعضها الآخر يأتي بشموخ الكبار. اليوم 6 من مارس 2026 يستيقظ الشارع الرياضي المغربي على وقع خبر لم يكن مجرد إشاعة، بل حقيقة زلزلت منصات التواصل الاجتماعي. وليد الركراكي مهندس ملحمة الدوحة وصانع الفرحة العالمية يترجل عن صهوة جواده ويغادر دكة بدلاء المنتخب الوطني المغربي. لم يكن وليد مجرد مدرب، بل كان حالة وطنية أعادت للمغاربة إيمانهم بالمستحيل. تحت قيادته رأينا العلم المغربي يرفرف في نصف نهائي المونديال، وسمعنا زئير الأسود يرهب كبار القارة العجوز. الركراكي الذي ودعنا أمس في حفل تكريمي مؤثر ترأسه فوزي لقجع غادر بكلمات ستبقى محفورة: قرار المغادرة ليس استسلاما، بل اختيار مدروس لمصلحة الوطن. غادر وليد تاركا خلفه إرثا من النية والروح القتالية، لكنه ترك أيضا تساؤلات حارقة: هل استنفدت هذه الروح مفعولها؟ وهل كان لابد من تغيير الجلد قبل فوات الأوان؟ لكن وفي قلب العاصفة لا وقت للندم. الجامعة الملكية لم تتأخر في الرد ووضعت الثقة في إطار وطني. محمد وهبي، الرجل الذي قاد شبان المغرب بنجاح، يجد نفسه اليوم أمام التحدي الأكبر: قيادة الأسود نحو مونديال 2026. تصريحات وهبي الأولى كانت نارية وبمثابة إنذار للجميع، حيث أكد بوضوح: المردودية هي المعيار الوحيد، ولا مكان للأسماء الرنانة دون عطاء في رقعة الميدان. إنها رسالة مباشرة لنجوم أوروبا بأن قميص المنتخب ثقيل، ومن لا يستطيع حمله فمكانه في المدرجات. ترند اليوم في المغرب لا يتحدث فقط عن الأسماء، بل عن المصير. أمام وهبي مهمة بناء منتخب يجمع بين خبرة حكيمي ودياز وطموح المواهب الصاعدة التي أشرف عليها بنفسه. الجماهير المغربية التي لم تعد ترضى بغير منصات التتويج تنتظر منه ثورة تكتيكية تعيد للأسود هيبتها القارية وتضمن مقعدا مريحا في النهائية العالمية القادمة. طويت صفحة الركراكي بدموع الوفاء، وفتحت صفحة وهبي بآمال التغيير. فهل سينجح الربان الجديد في الحفاظ على بريق الأسود، أم أن الطريق إلى مونديال 2026 سيكون مفروشا بالأشواك؟ كان معكم وكريم من قناة تجموت. ننتظر تعليقاتكم أسفل الفيديو. هل ترون أن رحيل الركراكي في هذا التوقيت هو القرار الصحيح؟ ومن هو اللاعب الذي يجب أن يكون ركيزة المشروع الجديد؟ لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء، نراكم في فيديو جديد. السلام عليكم.